اي حد لعب بيس 2006 يبقى اكيد يعرف بطل حلقتنا النهارده كويس، كنت تشوف بيه من اي مكان في الملعب تتاكد انها اكيد جون، لدرجه ان الناس ساعتها اطلقت عليه لقب هالك. ادريانو ليتي ريبيرو اللي اتولد في 17 فبراير سنه 1982 في حي فيلا كروزيرو، وهو حي فقير في شمال مدينه ريو دي جانيرو البرازيليه. وزي اغلب لعيبه كره القدم البرازيليين كانت اسرته فقيره، وكانت كره القدم هي طوق النجاه ليه ولاسرته من الفقر. برازيلي مذهل بيجمع بين السرعه المذهله والقوه المفرطه، بيملك مهاره كبيره في قدميه وتسديدات صاروخيه ما يقدرش اي حارس التعامل معاها. ادريانو من صغره كان مهووس بكره القدم، وزي اغلب البرازيليين كان بيلعب كره القدم في الشارع، وظهرت مهاراته للجميع، وده اللي خلى والده يشجعه انه يمارس كره القدم. كمان والدته اللي كانت بتشتغل عشان يحقق حلمه وهو لعب كره القدم بشكل احترافي، وده اللي اتحقق وهو في سن ال 12 سنه لما انضم لفريق الناشئين في نادي فلامينجو البرازيلي. واستطاع ادريانو ان هو يتصاعد في فرق الناشئين ويؤدي اداء رائع، وكان دايما مدربينه بيتغنوا بيه، وده اللي خلى كارلوس سيزر مدرب منتخب البرازيل تحت 17 سنه ان هو يستدعي ادريانو للمشاركه في كاس العالم للناشئين تحت 17 سنه، البطوله اللي اتلعبت عام 99 في نيوزيلندا، والبطوله اللي ادى فيها ادريانو اداء جيد جدا وقدر يحقق البطوله مع منتخب السامبا. وفي الموسم اللي بعد كاس العالم يعني سنه 2000 بدا ادريانو رحلته مع الفريق الاول لنادي فلامينجو البرازيلي، وبسرعه بقى المهاجم الاساسي للفريق رغم سنه الصغير. قدر يتالق معاهم في الموسم ده وسجل 46 هدف من 44 مباراه، وبدات الجماهير تتغنى باسمه وتعتبره نجم الفريق وتعلق عليه امال كبيره. ولكن لاعب بموهبه ادريانو ما كملش كتير في البرازيل، لانه لفت اليه انظار انديه اوروبا، وبسرعه بينضم الى نادي انتر ميلان الايطالي في عام 2001. 14 اغسطس عام 2001 كان تاريخ مهم جدا في حياه ادريانو، لانه كان تاريخ اول لقاء لعبه مع نادي الانتر، وما كانش زي اي لقاء. اللقاء كان قدام نادي ريال مدريد في استاد سانتياغو برنابيو، وادريانو تالق في هذا اللقاء واحرز هدف رائع من ضربه حره من خارج منطقه الجزاء عشان يسددها تسديده صاروخيه تسكن شباك ايكار كاسياس، ليعلن لجماهير الانتر عن نجم جديد في الطريق. وبيقول ادريانو بعد كده عن هذا اللقاء انها واحده من اهم المباريات في حياته، لانه فجاه لقى نفسه بيلعب قدام نادي ريال مدريد احسن نادي في العالم، كمان لان اللقاء ده قدمه بشكل اكتر من رائع لجماهير الانتر. ولكن اداره الانتر كانت شايفه ان ادريانو لسه شاب صغير ومحتاج خبرات اكتر في الكالتشو، خصوصا ان الفريق كان بيضم مهاجمين عظام زي الظاهره رونالدو وكريستيان فييري، عشان كده خرجوه اعاره في عام 2002 لنادي فيورنتينا. وفي نادي فيورنتينا بدا ادريانو ياخد دقائق لعبه اكتر، بدا ياخد الثقه في نفسه اكتر ويبني لنفسه شخصيه في الملعب. سجل مع فيورنتينا 6 اهداف، ولكن بعد هبوط الفريق لدوري الدرجه الثانيه الايطالي راح اعاره لنادي بارما لمده سنتين. وفي بارما بدا ادريانو مرحله النضوج الكروي الحقيقي، ظهرت مهاراته الفرديه في المراوغه، كمان مهاراته في التسديد القوي والتسجيل عبر المسافات البعيده. تالق ادريانو في هذا الموسم، قدر يسجل مع بارما 23 هدف في 37 مباراه، وبدات الصحافه الاوروبيه تتكلم عن ادريانو كواحد من اهم المهاجمين الشباب في اوروبا، وده اللي دفع نادي الانتر ان هو يرجعه مره اخرى. وفي موسم 2003 2004 تالق ادريانو في اول مواسمه مع الانتر، بدات الجماهير تتغنى باسمه في المدرجات واطلقت عليه لقب الامبراطور، وبدات الصحافه الايطاليه تتكلم عن ادريانو كخليفه للظاهره رونالدو. وبعد موسم اول مميز لادريانو مع الانتر بيتم استدعائه للمشاركه مع منتخب البرازيل الاول في بطوله كوبا امريكا اللي اتلعبت في يوليو عام 2004، البطوله اللي كان لادريانو دور كبير جدا في تحقيق البرازيل للقبها باحرازه 7 اهداف، كان منهم هدف في المباراه النهائيه اللي اتلعبت قدام الارجنتين في اللحظات الاخيره عشان ينتهي اللقاء بنتيجه 2-2، ويسجل ادريانو ضربه جزاء في الركلات الترجيحيه عشان يحقق منتخب السامبا اللقب. مش بس كده، كمان ادريانو حقق لقب الهداف برصيد 7 اهداف، كمان حقق لقب احسن لاعب في البطوله. وبعد المباراه بيصرح ادريانو وهو بيبكي وبيقول هذا اللقب يعود الى والدي، انه صديقي العظيم في الحياه وشريكي، وبدونه لا اكون شيئا. وهنا بيورينا ادريانو قد ايه كانت علاقته مميزه بوالده، وقد ايه والده كان هو ملهمه في الحياه. وفي 3 اغسطس عام 2004 حصلت اكتر حاجه اثرت في مسيره ادريانو الاحترافيه، وهو تلقيه مكالمه عرف فيها خبر وفاه والده نتيجه سكته قلبيه مفاجاه. والده اللي كتير اتكلم عنه ادريانو وقال انه اهم شخص ليه في الحياه، والحقيقه ان حياه ادريانو بعد هذه المكالمه انقلبت تماما، سيطر عليه الحزن والاكتئاب، كمان ادمن الخمور. عشان يقول ادريانو بعد كده في لقاء تلفزيوني عن الفتره دي ان وفاه والده سابت له فراغ كبير في حياته، حس ان هو وحيد في ايطاليا، سيطر عليه الحزن والاكتئاب وادمن الخمور اللي ما قدرش يبطلها ابدا. والحقيقه
ان شرب الخمور سيطر في الفتره دي بشكل كبير على ادريانو، لدرجه انه كان بيروح تدريب الانتر وهو مخمور. وبيقول ادريانو عن الفتره دي ان نادي الانتر ساعده كتير، لدرجه ان مره راح التمرين وهو مخمور كالعاده، النادي خباه من الصحفيين وقالوا ان هو مصاب عشان ما يكشفش امره. وعن الفتره دي بيقول خافير زانيتي قائد الانتر وقتها ان المكالمه دي اللي عرف فيها ادريانو خبر وفاه والده انهت شغفه تماما بكره القدم، فمن وقت هذه المكالمه وادريانو في عالم اخر. بيقول كمان ان انا حاولت كتير اخرجه من الحاله النفسيه اللي هو فيها ولكني فشلت. ومع الوقت وبمساعده نادي الانتر قدر ادريانو يستعيد جزء كبير من مستواه، عشان في موسم 2004-2005 بيعمل موسم جيد جدا، قدر يسجل فيه 28 هدف ويعمل 5 اسيست في 42 مباراه. وده الاداء اللي خلى مدرب منتخب البرازيل الاول يستدعي ادريانو مره اخرى لمشاركه في كاس القارات اللي اتلعبت عام 2005 في المانيا، البطوله اللي تالق فيها ادريانو بمشاركه لاعبين برازيليين عظماء زي كاكا ورونالدينيو. وكان لادريانو دور كبير جدا في احراز البرازيل للقب وفوزهم في المباراه النهائيه على الارجنتين بنتيجه 4-1، المباراه اللي قدر فيها ادريانو يسجل هدفين من الاربعه اللي سجلتهم البرازيل. كمان ادريانو خد لقب هداف البطوله برصيد 5 اهداف. مش بس كده، كمان خد لقب احسن لاعب في البطوله. ولكن برغم كل النجاحات دي ادريانو ما كانش مستقر نفسيا، كان من فتره للتانيه بترجع له نوبات الحزن والاكتئاب وبيرجع يدمن الخمور، وده طبعا اثر على ادائه بالسلب. ونتيجه لادائه السيء في الفتره دي خرجوا نادي الانتر اعاره في ديسمبر 2007 الى نادي ساو باولو، اعاره لمده 6 شهور. اعاره لقاها ادريانو فرصه ان هو يرجع البرازيل ويعيش وسط اهله، كمان يعيش وسط اصدقائه في حي فيلا كروزيرو. وفي فتره الاعاره مع ساو باولو قدم ادريانو اداء كبير، احرز 17 هدف وعمل 2 اسيست في 28 مباراه فقط. الاداء ده اللي شجع نادي الانتر انه يرجع ادريانو مره اخرى في موسم 2008-2009. ولكن تكمله للاداء المتذبذب اللي بيقدمه ادريانو منذ وفاه والده، عمل الموسم ده واحد من اسوأ المواسم في تاريخه، ما قدرش يلعب غير في 12 مباراه فقط. الاداء ده اللي خلى انتر يفسخ العقد مع ادريانو عشان يكتب بدايه النهايه لاسطوره ادريانو. وده اللي اعترف بيه ادريانو بعد كده في لقاء تلفزيوني لما قال ان هو ما قدرش يخدع نفسه ولا يخدع نادي الانتر بالاستمرار في الفريق، وهو حاسس ان هو فقد الشغف تماما بكره القدم. كان ممكن يستمر في الفريق ويفضل ياخد مرتبه، ولكن بيقول ما عملتش كده احتراما لنادي الانتر واحتراما لمراتي اللي بيعتبره ابوه الروحي واكتر حد ساعده في مسيرته. رجع ادريانو بعد كده من حيث بدأ لنادي فلامينجو البرازيلي، وهناك استقبلته الجماهير استقبال الابطال، وكأن ادريانو بيرد لهم الجميل. عمل معاهم موسم واحد ولكن موسم مميز جدا، قدر يستعيد فيه ادريانو جزء كبير من مستواه، لدرجه انه انهى الموسم في صداره ترتيب هدافي الدوري البرازيلي مناصفه مع تياجو تارديلي لاعب اتليكو مينيرو برصيد 19 هدف. الموسم ده اللي شجع ادريانو انه يرجع تاني لاوروبا وتحديدا الدوري الايطالي، ولكن المره دي عبر بوابه روما عشان يلعب في موسم 2010-2011 موسم كارثي مع روما. شارك بس في 8 مباريات طول الموسم، ما قدرش يسجل فيهم ولا هدف. الموسم اللي اثبت لادريانو انه ما بقاش قادر يلعب في المستوى العالي ده من تاني. قضى ادريانو ايامه الاخيره بيتنقل بين عده انديه، منهم الانديه البرازيليه زي فلامينجو البرازيلي، كورينثيانس واتليكو بارانينسي البرازيلي، كمان نادي انتر ميامي الامريكي. ولكن ادريانو كان بينتقل من فشل الى فشل لغايه ما اعتزل بصوره نهائيه. وبعد اعتزاله كره القدم رجع ادريانو يعيش في البرازيل، وبرغم امتلاكه شقه فاخره في ريو دي جانيرو، ولكن ادريانو كان متعود يتردد على الحي الشعبي اللي اتربى فيه فيلا كروزيرو، وقرب اكتر من العصابات الموجوده في هذا الحي وظهر ليه صور معاهم، وبدا يتكلم عنهم ادريانو ويقول ان دايما الناس دي بتحترمني، ودايما الناس دي معاملتهم كويسه معايا وبيعاملوني كبطل من ابطال البرازيل وبيحموني طول ما انا موجود في البرازيل. مش معقول اول ما ابقى لاعب مشهور علاقتي تتغير بيهم. كلامه كويس عن العصابات دي وصوره اللي بدات تظهر معاهم خلت الصحافه البرازيليه تبدا تقول ان ادريانو بقى جزء من هذه العصابات. نجم من نجوم البرازيل اللي كان ممكن يبقى اسطوره حقيقيه، وواحد من افضل مهاجمين كره القدم عبر التاريخ، وظاهره برازيليه جديده دمرته مشاكله النفسيه واصبح ظاهره بس من ورق. كده حلقتنا خلصت، ولو السلسله دي عجبت حضراتكم يا ريت تقولوا لنا رايكم في التعليقات عشان نكمل ونعمل حلقات تانية منها. وما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناه واللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من المتابعين. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.